حاجه اسمها الباست سمبل باسيف. اولا الباست سمبل احنا عارفينه الماضي البسيط. طب يعني ايه باسيف؟ باسيف يعني مبني للمجهول، يعني مبني للمجهول. طب ايه الفرق او ايه معنى المبني للمجهول؟ هنفترض كده بالبلدي ان انا مثلا معايا البسكليته بتاعتي، العجله بتاعتي راكنها قدامي، طلعت ما لقيتش العجله، هقول ايه؟ العجله اتسرقت او حرامي سرق العجله، صح كده؟ ايه الفرق بين الجملتين؟ حرامي سرق العجله دي جمله بنسميها مبنيه للمعلوم، يعني ايه مبنيه للمعلوم؟ يعني فيها الفاعل اللي هو الحرامي، سرق الفعل، العجله مفعول، صح كده؟ لكن لما جيت قلت مبني للمجهول، قلت العجله اتسرقت، انا عملت ايه؟ شلت الحرامي اللي هو الفاعل اللي في اول الجمله، خصمته من الجمله خالص، وجبت العجله اللي هي المفروض في بدايه الجمله، وحولت فعل سرق لكلمه اتسرقت، بنيته للمجهول، بقت الجمله العجله اتسرقت، العجله اتسرقت. ده الفرق ما بين الجملتين، وده المعنى اللي هتلقاه في اي قاعده باسف. اي قاعده باسف في اي زمن هتلاقي المعنى الواضح كده، ايه هو؟ ان شلت الفاعل بتاع الجمله الرئيسي، خصمته من الجمله، جبت المفعول في بدايه الجمله، وبنيت الفعل للمجهول. اللي بيفرق ما بين زمن والتاني في الباسف، سواء ماضي بسيط، مضارع بسيط، ماضي تام، مضارع تام، مستمر، وهكذا، اللي بيفرق شكل الفيرب تو بي، هو اللي بيقول لي الجمله دي اصلا كانت في انهي زمن. خلاص كده؟ طب تعالوا في الاول كده نشوف الجمله اصلا اتكونت ازاي. احنا خدنا قبل كده الباست سمبل او الماضي البسيط، انه فاعل ياتي وراه الفعل في صيغه الماضي ايا ما يكون الفاعل، ايا ما يكون مفرد، جمع، مذكر، مؤنث، عاقل او غير عاقل، اسم او ضمير، ايا كانت صيغه او هيئه الفاعل، هياتي الفعل في صيغه الايه؟ الماضي، في صيغه الايه؟ يجي وراه المفعول، يجي وراه ايه؟ المفعول. شكل الجمله دي يبقى ازاي؟ هقول مثلا الفاعل هي بروك ذا دور، هو كسر الباب، خلاص كده؟ طيب ده مبني للمعلوم، ده ايه؟ مبني للمعلوم. طيب ايه مبني للمجهول؟ او ازاي هحولها مبني للمجهول؟ زي ما قلنا الفرق بين جمله حرامي سرق العجله والعجله اتسرقت، عملت ايه؟ خصمت الفاعل اللي في اول الجمله، جبت بداله مين؟ المفعول، جبت بداله مين؟ الحاجه بقى اللي هتفرق عن اللغه العربيه ان المفروض يعني الفيرب تو بي مناسب لحاجتين، ايه هما؟ مناسب للمفعول ويدل على زمن الجمله الاصلي. زمن الجمله الاصلي عندنا ايه؟ باست سمبل، ماضي بسيط، يبقى الفيرب تو بي لازم يجي ايه؟ ماضي بسيط. والحاجه الثانيه هيجي مناسب لمين؟ للمفعول، يجي مناسب لمين؟ مش للفاعل، لان الفاعل مش موجود في الجمله هنا. الموجود مين؟ المفعول، الموجود مين؟ ويجي بعدين التصريف الثالث للفعل الرئيسي بتاع الجمله. وخد بالك في حاجتين هيبقوا ثابتين في اي زمن في الباسف، ايه هما؟ المفعول والتصريف الثالث. الاثنين دول ثابتين في اي زمن للباسف. في اي شكل للباسف في اي زمن هتلاقي المفعول وهتلاقي الفعل الرئيسي في التصريف الثالث. البلوت اللي في النص ده او الجزء اللي في النص ده هو اللي بيتغير على حسب الزمن الاصلي وعلى حسب المفعول. بيبقى مناسب للحاجتين، للمفعول وللزمن الاصلي للجمله. فانا جبت المفعول في بدايه الجمله، يبقى مفروض مفرد هياخد ووز، جمع هياخد وين، وهجيب بعدين التصريف الثاني. طيب تعالوا كده نبص في الجمله الاصليه، هي بروك ذا دور. المفعول جبته في بدايه الجمله، هجيب اللي يناسبه من ووز او وين. اولا انا جبت مناسب للزمن الاصلي، ووز او وين، باست سمبل، ماضي بسيط، فيرب تو بي في شكل الماضي البسيط، ووز او وين. هجيب من ووز او وين اللي يناسب مين؟ ذا دور، فجبت كلمه ووز، جبت مين؟ فبقت الجمله ذا دور ووز. ايه اللي يجي بعديها؟ التصريف الثالث للفعل الرئيسي، بروك، التصريف الثالث بتاعها بروكن. بقت الجمله ازاي؟ ذا دور ووز بروكن، الباب كسر. هنا هو كسر الباب، لما جيت حولت مبني مجهول بقت ايه؟ الباب كسر، الباب ايه؟ المفروض ان انا لما بحب اضيف الفاعل في نهايه الجمله بقول كلمه باي بواسطه واجيب فاعل في شكل ضمير المفروض. لكن انا من وجهه نظري طالما انا لقيتها المجهول مفيش
داعي ان انا اقول باي ايه الا في اماكن او في حاجات محدده. اماكن او حاجات محدده لازم اقول المبني مجهول واقول بعديه الفاعل في ضمير مفعول. لو حضرتنا ضمير مفعول هتبقى the door was broken by him. هي هتبقى ايه؟ him. خلاص كده؟ لكن لو انا عايز اتكلم في المبني مجهول كبلوك رئيسي، لا، هذه الحاجات الرئيسيه المفروض تبقى فيه. مفعول، ده فيرب تو بي في زمن الجمله الاصلي ومناسب للمفعول، والتصريف الثالث للفعل. التصريف الثالث للفعل.